انا دلوقتي وصلت وصلت محطة الحلمية. اقسم بالله انا ما بين محطة الحلمية وما بين المرج، دي مسافة بتاخد من مشي من 35 دقيقة لحد 40 دقيقة. واول ما وصلت عند الحلمية يعني والله انا حسيت ان انا وصلت البيت. انت متخيل احساسك عامل ازاي؟ مسافة زي دي انت حسيت ان انت وصلت البيت، يعني الليفل بتاعك عشان خاطر انت مشيت مسافة 2.5 ساعة، فانت حاسس ان نص ساعة دي ولا حاجة. بعدين ده اليوم الرابع او الخامس، عشان بصراحة تركيزي في 60 دهية. فده تقريبا اليوم الرابع او الخامس، عايز امشي في حتة هادية. تقريبا اليوم الرابع او الخامس، وحسيت واحد بيفضل يتلفت، اقسم بالله مرار طافح، هتكسب جدا. كنت بقول ايه؟ استنى لحد ما ابقى في مكان كده فاضي مفيهاش حد. على فكرة أنا عطلت في الطريق وللأسف ما مشيتش صح، مع إن أنا أول يوم أخدت الطريق من أوله لآخره صح. النهاردة مشيت غلط، فبقول للسواق حلمية كده ولا كده، فبوريه اتجاهين، أنا متأكد إن هو الاتجاه منهم. فقال لي تعالى أنا رايح الحلمية. فركبت معاه مسافة يعني توصل مثلا مشي حوالي تلت ساعة، ونزلت عند محطة الحلمية واديني نكمل مشي. في نقطة بقى انا حابب اقولها، انا مشيت غلط، فوصلت عند محطة اسمها النزهة اعتقد، مش فاكر قوي. فانا بصراحة قلت خلاص انا هستسلم. على فكرة كنت مشيت فترة كبيرة، يعني انا كنت مشيت لحد الساعة 11، يعني كنت مشيت اكتر من ساعة ونص. فبعد كده قلت لنفسي حاجة، عقل الباطن بيتعود على الاستسلام. يعني انا لو رحت ركبت، فمخي لو انا شغال في حاجة تانية لها علاقة بمستقبلي وكده، فمخي هيتعود على الاستسلام. مخنا غبي ما يعرفش، هو غبي، هو زي ما انت بتدربه بيتدرب. يعني انا للأسف الشديد المفروض